ديما مغرب. Brahim Díaz, lo veremos con la roja, pero con la roja de Marruecos y no con la roja de España. Lo acabamos de dar en exclusiva en marca.com. Elige jugar con el país de sus ancestros, en concreto de su abuela paterna. Ha estado esperando la llamada de España, él quería jugar con España, ha estado esperando la llamada de España, no se ha producido ninguna convocatoria, no se ha producido ninguna llamada de cariño del seleccionador, no se ha producido ninguna llamada de cariño de la federación y por eso Brahim decide jugar con Marruecos. Ahora hay que ver si en este mismo mes de marzo Marruecos le puede llamar para los amistosos que tendrá a finales de mes, pero la noticia es esa, veremos a Brahim con la roja, pero con la roja de Marruecos, no con la roja de España. Una pena para nuestra selección, pero Brahim Díaz jugará con Marruecos. مدريد مرعب وخرافي، راح يضيف شيء كبير للمنتخب المغربي. يا ولد اقسم بالله تحسه كذا ميسي على شبيه على مارادونا على كله مشبك مع بعض. واضح ان المنتخب المغربي عام 2026 ناوي على كأس افريقيا وعام 2027 ناوي على كأس العالم. مين الاول يا دياز؟ مين الاول يا رجل؟ هاي الاخبار اللي بتفتح النفس. الولد يا اخوان رائع رائع رائع، راح يفرق كثير للمنتخب المغربي. بالتوفيق لمنتخبنا المغربي وبالتوفيق لابن المغرب إبراهيم دياز. خبر صار لإخوتنا المغاربة أكيد هو منتخب أسود الأطلس. بعد ما كان أمام خيارين كثير صعبين، إما تمثيل منتخب إسبانيا اللي حقق كأس العالم أو تمثيل منتخب الأصل اللي هو المنتخب المغربي والعودة إلى أصله. لاعب نادي ريال مدريد المغربي إبراهيم دياز يقرر تمثيل المنتخب المغربي على حساب منتخب إسبانيا. راح للأصل يا كبير. إبراهيم دياز رسميا يختار تمثيل منتخب المغرب. تقول لي الخبر ده إشاعة ومش حقيقي والصورة فوتوشوب، هقول لك لحظة واحدة إن التأكيد جاي من عم صحفيين العالم فابريزيو رومانو اللي بيأكد ان ابراهيم دياز اختار تمثيل منتخب المغرب مش منتخب اسبانيا، ان الاعلان الرسمي هيكون قريب جدا. وكمان الخبر اتاكد من صحيفه الماركه الاسبانيه. الصوره دي كانت منتشره النهارده الصبح وكله كان عمال يقول ان هي فوتوشوب، لكن اظن ان بعد تاكيد فابريزيو رومانو ما عادش حد هيتكلم. اليوم مبروك للمغرب ومبروك للمنتخب المغربي تمثيل ابراهيم دياز، واحد من اهم المواهب اللاعبين في تشكيله ريال مدريد في الوقت الحالي. هذا هو ولد الشمس والساقية الحمراء، هذا هو المغربي الاصيل اللي اختار منتخب المغرب وما اختار منتخب اسبانيا بعكس لامين يامال. دحين كل شويه راح نشوف ابراهيم دياز مستدعى للمنتخب المغربي عشان افريقيا، وطول الوقت كل سنتين طبعا افريقيا عندها بطوله. رسميا ابراهيم دياز قرر تمثيل المنتخب المغربي، يرجع لاصوله. ابراهيم دياز اللي مو عارف اساسا ابراهيم دياز اسباني لكن اصوله مغربيه، قرر يمثل منتخب المغرب. اسود الاطلس كاس العالم الجاي ناويين على ايش؟ الثاني ولا ايه؟ اهو قولوا لنا. بس معقوله مع قدوم ابراهيم دياز نشوف الزياش خلاص يصير في الدكه؟ بعد ما كان أمام خيارين كثير صعبين، إما تمثيل منتخب إسبانيا اللي حقق كأس العالم أو تمثيل منتخب الأصل اللي هو المنتخب المغربي والعودة إلى أصله. لاعب نادي ريال مدريد المغربي إبراهيم دياز يقرر تمثيل المنتخب المغربي على حساب منتخب إسبانيا. راح للأصل يا كبير. إبراهيم دياز رسميا يختار تمثيل منتخب المغرب. تقول لي الخبر ده إشاعة ومش حقيقي والصورة فوتوشوب، هقول لك لحظة واحدة إن التأكيد جاي من عم صحفيين العالم فابريزيو رومانو اللي بيأكد ان ابراهيم دياز اختار تمثيل منتخب المغرب مش منتخب اسبانيا، ان الاعلان الرسمي هيكون قريب جدا. وكمان الخبر اتاكد من صحيفه الماركه الاسبانيه. الصوره دي كانت منتشره النهارده الصبح وكله كان عمال يقول ان هي فوتوشوب، لكن اظن ان بعد تاكيد فابريزيو رومانو ما عادش حد هيتكلم. اليوم مبروك للمغرب ومبروك للمنتخب المغربي تمثيل ابراهيم دياز، واحد من اهم المواهب اللاعبين في تشكيله ريال مدريد في الوقت الحالي. هذا هو ولد الشمس والساقية الحمراء، هذا هو المغربي الاصيل اللي اختار منتخب المغرب وما اختار منتخب اسبانيا بعكس لامين يامال.